السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل الكبده شاورمه الكبده بطريقه جميله جدا اللي هي بتاعه اشهر المحلات. هنعملها بطريقه بسيطه وسهله جدا، وهقولك على تكات تعمليها تخلي معاكي الكبده 10/10، ما تبقاش زفره خالص. بس ما تنسيناش بلايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وان شاء الله هتلاقي في فيديوهات جميله جدا مع بعض. اول حاجه قطعنا بصلتين حلوين ومعاها قرن فلفل حراق، ونزلنا عليها بحبه زيت كده على النار. هنشوحهم كده كويس، وبعد كده هدق فصين توم، انا طبعا فرمه توم، وهنزل عليها بعد ما تبتدي البصله ان هي تحمر شويه. عايزه اقول لك دي طريقه جميله جدا هتعجبكم قوي قوي، والريحه جنان. بعد كده هنزل بالكبده على البصله اللي احنا حمرناها. في حاجه بقى هقول لك عليها بالنسبه للكبده، اوعي تغسليها، اوعي تغسلي الكبده لو اتغسلت هتتزفر. تنزلي عليها بنص ليمونه، او تنزلي عليها بحبه خل وتروحي مقلباها بيها. بعد كده تنزليها على طول على البصله بتاعتها. بعد كده هتنزلي فلفل اسود وكمون. مش هنحط الملح الا لما الاول تبتدي ان هي تتشمع مع نفسها كده مع بعض، واول ما تبتدي ان هي تستوي هقلبها كويس كده. وبعد كده هنزل بقرن فلفل حراق بعد ما ابتدي ان انا اشوحها مع الزيت. او لو حابه تعملها، طبعا انا عشان اعملها في الفينو فالزيت احسن، لان السمنه هتنشف مش هتبقى لطيفه في السندوتشات، فالاحسن ليكي هو الزيت. طبعا زي ما انتم شايفين كده هبتدي ان انا اقلبها كده. طبعا انا بشتريها بتبقى شاورما فراخ، بتقولي اللي بتاع اللحم المجمدات اللي انت بتجيب منه، بتقولي له انا عايزاها شاورما، بيقطعها لك بالطريقه دي. او انت لو حباها بلدي هتحطيها في الفريزر لمده ليله، بعد كده تاني يوم تروحي مطلعاها تفك حاجه بسيطه، بعد كده تقطعيها شرايح صغيره كده بالشكل ده. كده هبتدي ان انا اقلبها كويس. طبعا الكمون بقى اساسي جدا في الوصفه بتاعتنا، لان الكمون بيديكي طعم جميل جدا. طبعا الكبده ما بتحتاجش بهارات كتير، كل اللي بتحتاجه هو الكمون والفلفل الاسود بس وورق اللوري بس، ما بتحطيش اكتر من كده. اول حاجه طعمها هيتغير، والبهارات هتضيع طعم الكبده بتاعتنا. فاحنا بنحاول ان احنا الحاجه يبقى نفس الطعم بتاعها يكون طبيعي وجميل. طبعا عايزه اقول لك عشوه جميله جدا وبسيطه جدا وسهله، وبالذات الاكله دي تبقى حلوه قوي لو انت رايحه رحله مع الاولاد وفي مشوار بعيد ومحتاجين ان انتوا تتغيروا جو كده. فطبعا جميله جدا في الفسح بتاعه الجناين الايام دي. كل سنه وانتم طيبين. طبعا بتبقى حلوه قوي في الاعياد. طبعا هتشوحيها بالشكل ده كده طبعا، وتروحي نازله بالملح اخر حاجه معانا الملح. طبعا انا بحب اكتر الفلفل الاسود. الفلفل الاسود اساسي للكبده بالذات، بيضيع ريحه الزفاره. طبعا احنا كده كده ما فيهاش اي ريحه زفاره لانك انتي ما غسلتيهاش. فطبعا خلاص زي ما انتم شايفين كده خلصنا الكبده بتاعتنا وحطينا الملح بتاعها وخلاص. على كده عندي شويه شيبسي، وهبتدي ان انا اقطع الفينو بتاعي بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا لو عندك جرجير عادي، بس طبعا الجرجير مش هيبقى لطيف مع يعني هو هيبقى حلو بس مع البلدي هيبقى احلى، وبيبقى احلى اكتر لو انت عاملاها كبده بالرد. هبتدي ان انا انزل بالكبده كده في الفينو، واروح حاطه شيبسي فيها اهو. طبعا انا هعمل كميه السندوتشات بتاعتنا كلها. عايزه اقول لكم ريحتها جميله جدا. الكمون يا جماعه بيدي طعم حلو قوي للكبده دي. عايزه اقول لك نفس الطعم بتاع بره. لو انت حابه تحط لها طحينه عادي، بس بصراحه انا شايفه ان هي مش محتاجه طحينه خالص. اكله بسيطه وسهله جدا. لما تبقي محتاره مش عارفه تعملي اكل، يعني تعملي ايه الاكل بتاعك، طبعا هتجيبي ب50 جنيه كبده شاورما بالشكل ده كده، وهتعملي الكميه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا انا لسه بعمل سندوتشات، هخلص الكميه كلها. طبعا زي ما انتوا شايفين كده حاجه بسيطه وسهله. طبعا اول حاجه ما تغسليش الكبده، انزلي عليها بنص ليمونه او معلقه خل. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. مع السلامه.